مساء الخير. في ناس كتير مننا بيتكسفوا ان هم يقولوا كلمة لا ولأي حد. كلمة لا لما بتتقال لشخص وانت عندك حق فيها بيزعل وفاكر نفسه ان انت خدت حق من حقوقه. اوعى في يوم من الايام تسيب حقك. بمعنى لما تلاقي اللي قدامك بيستغلك مرة واتنين وتلاتة وانت بتسامح وبتحاول ان انت تقول له ان انا مش عايز اخليك تزعل مني وان انت غالي عليا، ما تحاولش ان انت تتعدى حدودك. جرب حاجة صغيرة، جرب كل مرة تدي لشخص حاجة معينة مرة اتنين تلاتة وتعالى مرة كده اقطعها منه. تتخيل هيعمل ايه؟ هيجي في الاخر يزعل يقول لك انت ليه عملت كده؟ هو طبعا بالنسبة له بقيت حق مكتسب علشان اتعود ان انت تديله، وانت سبت في حقك كتير وهو تعدى القصة دي. ودايما بتقول ايوه ماشي وحاضر وطيب وعنيا واللي انت عايزه. لا، النهارده هنتعلم مع بعض كل حاجة ليها حدود. لما تلاقي شخص جاي عليك وعلى صحتك او على مكانتك او على نفسك قوي، قول لا، انا تعبت. مش عيب ان انت تقول تعبت، مش عيب ان انت تعمل ستوب وتقول كفايه كده انا جبت اخري، مش عيب. لكن لما تسيب اللي قدامك يتعدى حدوده مره واثنين وثلاثه، المشكله مش فيه، المشكله فيك انت. لان انت من البدايه ما حطيتش حدود. الحدود في كل شيء، الحدود في العلاقات، الحدود في اي شيء معين في الدنيا ليه حدود. لان الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده. فكر مره واثنين وثلاثه قبل ما تقول لا في حاجه، وفكر مره واثنين وعشرة كمان لما تلاقي ان اللي قدامك بدأ ان هو ياخد عليك اكتر وان هو يستحوذ على كل ما تملك، او ان هو يمتلكك امتلاك في تعدي على نفسك اصلا وعلى دنيتك. هتحس ان انت فعلا محتاج ان انت تفرغ وتطلع الطاقه دي. بس لو سمحت، لما يحصل حاجه معاك زي كده ما تسكتش وما تفرطش في حقك. اي شيء في الدنيا دي طول ما انت بتتركه وتسيبه ومالوش حدود بيعلم الاتكاليه، بيعلم الاعتماديه، بيعلم ان الشخص اللي قدامك ده بقى خلاص بالنسبه له حق مكتسب. اتعلم في اي شيء في الدنيا لو هي مش موافقه تفكيرك ودماغك ودنيتك او نفسك، قول لا. ايوه انا خلاص ده ما ينفعش معايا، وخلاص النهارده نعمل قط. والقط ده مش ليك انت، انا ما بكرهكش كشخص، بس الشيء ده مش مناسبني، مش هقدر انفذه معاك، مش هقدر اعمله، مش هقدر اديك تاني من صحتي او مش هقدر اديك من وقتي او من اي شيء يخصك. اتعلم تقول لا هترتاح.